بص يا عم تراب، الحمد لله كسبنا سيراميكا. لكن اللي طلعنا بيه الماتش ده ان لا بديل عن ثنائيه مروان وديانج في نص الملعب. احنا عندنا رباعي كارثي في خط الظهر، الاربعه بتوع خط الظهر وراهم الشناوي بيقدموا ضحك، بيضيعوا مجهود الفريق، يعني عاملين شوط عالمي وهجوم من بن شرقي عامل جبهه يمين وجبهه شمال وتريزيجيه وزيزو قدامهم جراديشار. ضغط ضغط وحركه وسرعه وفرص ضايعه، وكل ده يضيع بلحظه السرحان اللي عند الرباعي بكره تضرب الخط الخلفي وتضرب الكابتن محمد هاني وتضرب الكابتن ياسر ابراهيم. ولا والكابتن الشناوي مش طالع يصدها، يعني اللي اتفرج على الجون الشناوي داخل في رجل مروان اوتاكا، داخل في رجله، يعني هي مش جون هتتحسب ضربه جزاء، مش داخل يصد. فهذا الخماسي الشناوي والاربعه بتوع خط الظهر كوكا ياسين ياسر ابراهيم محمد هاني خطر على الفرقه، خطر. ولذلك لا بديل عن ثنائيه ديانج ومروان اللي بتقلل شويه من تاثير الكوارث اللي بيعملوها. النهارده الرباعي انا زيزو وجراديشار وبن شرقي وتريزيجيه عاملين ماتش جامد، ماتش عالمي، يعني ما ينفعش يتغيروا. انا مش عارف يعني، يمكن تعبوا بقى، في جراديشار اتصاب واللعيبه وبن شرقي تعب وزيزو خد انذار من لا شيء من الكابتن البنا. لكن حتى لما نزل بيكا مبينه خمسه برضو اتعرضنا لخطر، برضو الكره اللي هي جت في الايد مرتين وحصل عليها جدل انها مش ضربه جزاء ولا ضربه جزاء، بنلعب خمسه وبرضو نفس الكوارث. فانا بقول لك لا بديل عن ثنائيه ديانج، ما يطلعوش من الملعب. والحمد لله ان هو خد باله ان قفشه ما ينفعش ينزل، فاضل بس ياخد باله ان طاهر، هو ليه كل الناس بتلعب طاهر؟ ليه كولر كان بيلعب طاهر؟ طاهر هو اكتر لعيب بيجري في النادي الاهلي، يعني حصان بيجري لكن بلا هدف بلا تاثير. الكابتن عبد القادر ده عقليته مش بتاعت الاهلي، يعني عبد القادر ده عقليته مش بتاعت الاهلي. الراجل راح زرع شعره في نص الموسم وقال لهم انا مش هينفع العب عشان زرع شعره والكوره مش هعرف العبها بدماغي. ف يعني الاثنين ده حرقوا دمنا اخر الماتش، كان ممكن الماتش يخلص مرتين، عبد القادر وطاهر و وضيعوا الفرصتين بالدلع والاستهتار. الحاجه الثانيه بقى، الكابتن محمد معروف في ماتش الزمالك اللي عمل فيها شجيع السيما قدام محمد هاني وطرد محمد هاني ومن لا شيء. الكابتن مهند لاشين شوح وسقف وعمل كل حاجه وخاف يطرده. شيكو بانزا في دقيقه واحده عمل سيميوليشن وهرس رجل احمد عاطف بعديها وخاف يطرده. ادي التحكيم المصري. ليه الاهلي بيطلع حكام اجانب؟ عشان ده التحكيم المصري. ليه الزمالك بيحب الحكام المصريين؟ عشان ده التحكيم المصري. ان شاء الله ناخد البطوله دي باذن الله.